السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اللي متابعيني عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا النهارده هنعمل البوتفور حلو قوي. البوتفور بتاعنا هيبقى نواعم كده وحاجة عسل عسل عسل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معانا اهو 3 مجات من السمنة. انا عندي سمنة زبدة عادي ومسيحاها على سمنة عادية يعني. اخدت كام؟ 4 مجات ونص، يعني مقدار 3 كوبايات، بس دي كانت النص اهو. يعني كده 3 كوبايات ونص بتاعة الشاي العادي أبو نعناع بتاعنا ده. ماشي. خلاص هنعمل دلوقتي بنفس المعيار ده. عيرت كوبايتين سكر، بس ضربهم في الكبة نعمهم كده. خلاص سهل جدا. ومعنا 3 بيضات، ولا تقولي بقى صفر بيضة وشيلي مش عارفة، لا 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 لا، مسهله لكم الموضوع خالص. وفانيليا بس كده. وكيلو دقيق عليه رشة ملح صغيرة. خلاص هنعجن بقى، نضرب السمنة كده نخليها كريمي وننزل عليها بالسكر بس، وبعد كده الدقيق. سهل جدا. طبعا يا حبايبي شايفين قوام السمنة بقى عامل ازاي. دي السمنة بس. هننزل بالسكر والمجن السكر يا جماعة، مجن السكر مج الشاي كده اهو. شايفين القوام؟ خلاص هننزل برضو 3 حبات بيض بتوعنا اللي هما 3 بيضات. 3 بيضات بتوعنا بس كده. طبعا انا طالما حطينا بيض يبقى هنحط الفانيليا. خلاص كده. طبعا الدقيق بتاعنا ده انا حاطه عليه شعرة ملح صغيرة، كيلو دقيق. وهنضرب بقى، هننزل بالدقيق بتاعنا زي ما احنا شايفين كده اهو مع بعض. هننزل بنص الكمية بس، نقلب. طبعا الموضوع سهل خالص. طبعا يا جماعه اللي عنده عجان هيبقى الموضوع سهل عليه جدا. عايزه حطي بس، مش عايزه انا بحط بس معلقه صغيره من بتاعت الشاي، ما بنحطش كتير يعني، فاهمين؟ طبعا بقيت كميه الدقيق بنحطها كده اهو تدريجيا. خلي بالك دقيق عن دقيق بيختلف. نقلب. طبعا الكاكاو بقى نحط معلقه شويه كاكاو كده برضو في حبه من العجينه، يبقى عندنا بالشوكولاته وعندنا سائل. طبعا ده قوام العجينه بتاعنا. 3 مجات ونص من السمنه. شايفين العجينه عامله ازاي؟ شايفين؟ طبعا هي بتعجني كده، ما تلفيش ولا حاجه، بتعجني كده. خلاص اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ناخد حته كده نعملها بالكاكاو، ونشتغل بقى بالقمع بتاعنا اللي هو بقى القرطاس الحلواني. يا جماعه مش هشتغل بمكنه. اوريكم هنعمل ايه. طبعا طالما حطينا كاكاو هنحط حته من السمنه صغنطوطه كده. طبعا السمنه بتاعتي الزبده يا جماعه متلخبطه عاديه على بلدي من على العادي، يعني ما شاء الله هتخلي البوتفور هيروح في حته تانية خالص. هنحتاج نزود شويه كاكاو كمان، نغمقها سنه بس. مش حته الزبده طلعته ازاي عشان خاطر ما ينخشنش معانا. قوام العجينه بتاعتي وده اللي بالكاكاو. خلاص. هنا طبعا القرطاس بتاعي الحلواني العادي جدا، وبنزل كده اهوت زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. بتنزلي كده طبعا ما بتضغطي، خلي بالك. حلاوه ب3 بيضات بس وكل دقيق عملنا العظمه دي، ولسه بعمل. شايفين؟ يعني شايفين كده اهوت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ماسكه القرطاس بتاعنا اللي هو بتاع الحلويات وكده اهو، وحطي وشيلي. ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الله. الحلاوه دي يا ام علي، الحلاوه دي يا ام علي. شايفين؟ الله اكبر الله اكبر، حاجه زي العسل. ولسه فاضل عجينه. بصوا، حكايه 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 حكايه، حلويات حلويات. شايفين يا جماعة؟ عظمة على عظمة يا أم علي. إيه الحلاوة دي يا أم علي؟ كيلو دقيق والله عمل كمية زي العسل. ما تقوليليش بقى شراء والأسعار اللي بره دي. شايفين الحلاوة؟ شايفين الجمال؟ قولي لي إيه رأيكم بقى؟ خلصنا بقى هنزوقه مع بعض. تحفة تحفة تحفة. طبعا يا حبايبي شايفين التزويق البدفور بقى. احنا النهارده عملنا شوية بدفور كده زي العسل. فعندك مربى بتلزقيه كده. طريقة دي يعني التلزيق بقى والتزيين ده، يعني ايه، انت بقى بتبدعي براحتك بقى، يعني انت وذوقك في التزيين ده. شايفين؟ وتيجي عايزه كده حلاوه المسكره بتاعتنا ديت. ماشي. شكلي برضو بقى ايه، انا عامله برضو عشان انجز يا جماعه في الوقت وكده. كل سنه وانتم طيبين. بالشوكولاته هناخد برضو واحده كده اهوت عاديه. هناخد برضو مربى ونحط ايه، ما كتريش مربى. شايفين كده كده، وتيجي هنا كده تعمليها هنا كده عشان خاطر برضو ندي واحدة جوز الهند كده. شايفين؟ ده التزيين بتاعنا. خلاص.
وطبعا بقى هنوريكم بقى بالشوكولاته برضو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بتجيبي اهوت الضفور بتاعي يعجبكم يا جماعه، وقولوا لي رايكم بقى. ان شاء الله انا بعمله في اخر وقت كده، انا عاملاه النهارده اهوت شايفين. بس قلت عشان خاطر ان انا اوريه لكم كده تلزق معاكي. تنزلي بقى ايه في الشوكولاته عندك. خلاص. انا طبعا دي بقيه الشوكولاته اللي فاضله، فقلت عشان اصور واوريكم. طبعا بتطلعيها بقى انت على حاجه عشان تنشف زي ما انتم شايفين انا عامله ازاي كده اهوت. اي كيسه كده حلوه بتاع التلاجة تفتحيها او ورقه زبده وتحطي بقى ايه وتزيني. طبعا انا ملزقه اهوت عشان انجز في الوقت اهو. اهو وتطلعي. خلاص. ما بياخدش ثانيه. طبعا انا قلت لكم التزيين ده اذواق يا جماعه، اذواق. وقولوا لي بقى ايه عايزه تعليقاتكم الجميله، وتقولوا لي ايه رايكم في البيضافور بتاعنا دوت. طبعا انا هخلص الطبق الشكل العام بقى واوريه لكم. قلبي اللي متابعيني كل سنه وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير طبعا، واشوفكم السنه الجايه في احسن حال يا رب. وادعوا لي بقى ان ربنا يشفيني يا جماعه، عشان والله داخله على عمليه كده اهوت. هعمل عمليه في رجليا، فادعوا لي ربنا يشفيني. شايفين بقى عشان اعمل لكم كل يوم حاجات جميله كده ان شاء الله. معلش انا مقصره معاكم السنه دي شويه. طبعا ده بقيه البدفور. بحشي على قد ما انا عايزه عشان انا ادوق الحبايب وكده. فانا حاشيه بس حبه كده. فالباقي ده لما يخلص ده ابقى اكمل ده حشو. خلاص. ده الكيلو الدقيق. شوفوا الكيلو الدقيق فايض لسه اهو. اللهم بارك. شايفين. وعملت طبق كمان كده اهوت. واللهم صل وسلم. شايفين على الطبليه طبعا دوت هو نشف برضه اهوت ما شاء الله. حاطه كيسه كده. اللهم بارك اللهم بارك. حاجات زي العسل. وكل سنه وانتم طيبين. وقولوا لي بقى رايكم في البدفور اللي زي العسل ده. بقول لكم ايه، ما تيجي نشوف واحده كده. تعالى نشوف. نقسم ونشوف كده. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين والله يا جماعه عسل عسل عسل. دي طبعا بالكاكاو. تعالى نشوف واحده برضو كده اهوت شايفين. زي العسل شايفين. هشته بقى مربى كده عسل بصوا. ومش ايه ومش خشن زي العسل. قولوا لي بقى ايه رايكم بقى في البدفور بتاعنا. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.